وانت بتشتري اي اوضه البياع بيفضل يعمل لك كده، يخبط لك على الضرفه، الخشب ده زين. هتعرف منين ان هي زين؟ اشهر انواع الاخشاب المتداوله حاليا هي البي في سي والام دي اف، لكن افضل انواع الاخشاب هي طبعا الخشب الزين والكونتر. الشخص العادي مش هيعرف الانواع ديت، بس محتاج يسال عليها. الخشب الزين ما بيبقاش في كل حاجه. الخشب الزين هو عباره عن القوايم بس بتاعه الشغل، لكن ما بتبقاش الضرفه كامله زين. القواشيط يعني اي حاجه ماسكه حرده كبيره في الدولاب في البرواز بتاعه ده بيبقى زين. القمطه بتاعه المفصلات من تحت ده بيتعمل على الزين. القشاط بتاعه في الدوران بتاعه كامل زين. الرجل بتاعتي كامله زين. وخشب الزين لازم يتطعم بحاجه اسمها ابلكاش سه، ده من افضل الانواع. تاني حاجه مساعده معانا للخشب الزين هو خشب الكونتر، عباره عن طبقات خشب من 3 مللي ل 22 مللي، وافضل انواعه هو كونتر الطبقات. بالنسبه للظرف دي بتبقى كونتر. الجناب بتاعتي يا اما بعملها كونتر يا اما بعملها كبس، بس في الدولاب دوت هو كونتر. الجنب دوت كل ده كونتر. من الاخشاب المتداوله معانا خشب الام دي اف، هو خشب معالج، في منه انواع كتير زي الام دي اف الصيني، ام دي اف الروسي، ام دي اف المصري، ام دي اف الاسباني، لكن ما اقدرش استخدمه في اساس الشغل. ممكن استخدمه بس في الوشوش او في حليات عشان اقدر ارسم عليه، وافضلهم طبعا الام دي اف الاسباني. وخلي بالك الام دي اف لو عندك رطوبه او ساكن على البحر مش هيعيش معاك، لازم الاخشاب هنا تكون طبيعيه. لكن بالنسبه ان انا اعمل غرفه كامله ام دي اف ده امر صعب جدا، لان الام دي اف ملوش اطاله في العمر بتاعه. فقول لي بقى، انت من الناس اللي تخبط لك على الدولاب وانت بتشتري؟